ازيكم يا شباب واهلا بكم من فيديو جديد. النهارده انا موجود في اجمل جيم موجود في الطبيعه تقريبا في العالم، اريا فيتنس لا ميلانيزا، منطقه اللياقه البدنيه لا ميلانيزا. ادوات جيم موجوده في وسط الطبيعه، معموله كلها من حديد صديق للبيئه، مفيش اي تكنولوجيا، مفيش اي حاجه غريبه. هنا كل اللي موجود ادوات الجيم معتمده كلها على وزن جسمك في وسط الجمال الطبيعي ده، وسط الطبيعة. يعني انت هنا بتيجي تمرن عقلك وجسمك مع بعض في نفس المكان، مفيش بقى موسيقى ولا دوشة ولا الصوت العالي اللي بيبقى موجود في الجيم وتك تك، لا. هنا بتيجي تتمرن وسط الطبيعة زي ما انتم شايفين كده. دي مكان الجري، جري طبيعي. هنا بيقول لك ايه، بتمرن تمرين الدراع ورجل مع بعض. وطبعا عندنا هاو تو يوز، وهنا بالظبط التفاصيل بتاعتها. هنا مفيش جيم تقليدي. فكرة ببساطة كانت ان هم ازاي، يعني هم فكروا قال لك ازاي نجيب السياح يتمرنوا في وسط الطبيعة من غير تكنولوجيا، في وسط الطبيعة الهادية، وسط الجمال الطبيعة. هنا عندنا مكان في كل حتة زي ما انتم شايفين كده. دي مكنة ضغط الرجل بقى، تيجي هنا تتمرن كده. وهنا طبعا عندنا مكتوب هاو تو يوز، علشان لو ما عندكش مدرب فهم كاتبين لك الارشادات. يعني يقول لك هتعمل 3 مجموعات في 10 وهتريح ريست بتوين ذا سيريس، دقيقة واحدة ريست. تعمل 3 مجموعات في 10 وتستريح ما بين كل مجموعة والتانية دقيقة. ماشي، نخش على التمرين اللي بعده. تخيل بقى ان دي الاجواء، انا عايزك تتخيل ان دي الاجواء. شوف يعني انت تبقى بتعمل الجيم هنا كده، انت تبقى بتعمل الجيم هنا كده في الاجواء دي، يعني مفيش احسن من كده. انت قول لي ايه احسن من ان انت تعمل جيم في الاجواء دي؟ احسن جيم في العالم ولا لا؟ ومجاني ها. وزي ما قلت لكم المكان كله معتمد على وزن الجسم زي ما انتم شايفين كده، في وسط الجمال وفي وسط الطبيعه الخلابه دي. تيجي تعمل التمرينه بتاعتك. المكان ده موجود جوه محميه من اجمل المحميات الطبيعيه في شمال ايطاليا كله، اسمها محميه باركو التو جاردا بريشيانو. زي ما انتم شايفين كده، في شلالات صغيره هنا عندنا في كل حته. ده مسار كامل يا جماعه بيودي على الشط بتاع البلد نفسها. هنشوفه برضو مع بعض. احنا نازلين دلوقتي هوريكم الاجهزه، وبعد كده ايه، خدكم معايا رحله على نعمل المسار اللي هو بتاع مجرى النهر ده. مفيش معلومات دقيقه بالظبط يعني عن المكان ده اتفتح امتى بالظبط، بس المكان ده يعني مسار لاميلانيزي عموما، اللي هو المسار ده للطلوع للجبل، يعني كان من ضمن مشروع مسارات نظمتها الدولة، البلدية عموما، بلدية ليمونيس والجاردة، في ان هم ينظموا جذب الناس وجذب السياحة في اواخر التسعينات واول الالفينات. يعني في اواخر الالفينات واول التسعينات كده بدأوا ينظموا الموضوع ده علشان يجذبوا السياح، يعني ان هم يمارسوا اللياقة البدنية والرياضة في قلب الطبيعة وفي قلب الجمال اللي انتم شايفينه ده. شجر من كل حتة، جبال في كل حتة، وحاجة ولا أروع. عندنا هنا بقى مكنة الكتف الأمامي والكتف الخلفي، وطبعا هتلاقي التعليمات مكتوبة هنا ورايا. بتعمل 3 مجموعات في 10، وبين كل مجموعة والتانية بتريح دقيقة. مكتوب طبعا الإرشادات ورا. تخيل تيجي تعمل الجيم بتاعك بقى هنا إيه في الجو ده. أنا طبعا دلوقتي مش جاي إن أنا الجيم، فعشان كده أنا لابس اللبس اللي أنا لابسه ده. بس تخيل تعمل في الجو الطبيعي ده. يعني تخيل إن ده أنت قاعد بتعمل الجيم في الطبيعة دي،
ما شفتش جيم احسن من كده في العالم كله حرفيا يعني. مفيش بعد كده، ومجاني. هفضل اعيد لكم ان ده مجاني يعني. مفيش اشتراك جيم، ولا في اشتراك دخول، ولا في اشتراك خروج، ولا اي حاجه يعني. ده كده كله مجاني، انت متخيلين؟ قول لي رايك في التعليقات لو عجبك الفيديو لحد هنا. تعالى نطلع مع بعض نشوف ايه الاداه التانيه. يلا. طبعا هنا عندنا سياح زي ما انتم شايفين كده، بيجوا يطلعوا المسارات دي، هم يسلكوا الجبال وكده. إيه، حاجه في منتهى الروعه ومنتهى الراحه النفسيه وحاجه جمال. عايز تمرن عقلك وجسمك في نفس الوقت، تيجي المكان ده. عندنا طبعا الاداه دي كمان تستخدم تمارين عضلات الرجل. زي ما قلت لكم عندنا هنا الارشادات وكل حاجه. دي اداه عضل الرجل، لما اللي وريتها لكم قبل كده كانت اداه الجري. دي ادوات عضله رجل. وسط الجمال بقى والطبيعه دي، تعبت وعايز تستريح، تيجي تقعد هنا كده والترابيزات هنا وسط الجمال ده. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله. وهنا برضو عندنا الفونتانات الطبيعية، دي طبعا موجودة في كل إيطاليا. حاجة في منتهى الروعة، ما شاء الله. يلا نكمل باقي الأجهزة وبعد ونشوف إيه الأجهزة التانية اللي موجودة. طبعا فونتانات المية دي يا جماعة بتلاقوها في إيطاليا كلها، بس هنا الغريب بقى إن هي كلها خشب. يعني زي ما انتم شايفين، بصوا الحنفية كلها خشب. اكوا نون بوتابيلي نون درينكينج ووتر. يعني انا دلوقتي لسه شارب منها يا جماعه. خلوا بالكم يا جماعه، لان الميه هنا مكتوب عليها اكوا غير صالحه للشرب، وانا للاسف ما خدتش بالي وشربت منها. وحصل معايا نفس الموضوع ده قبل كده في ميه الشلالات اللي كنا رحناها قبل كده مع بعض، وتعبت وفضلت اسبوع عندي زوري واجعني. ف يعني انا الحمد لله ما شربتش المره دي كتير، بس يعني انا بقول لكم خلوا بالكم ان انتوا تقراوا دايما اللي مكتوب نون درينكينج ووتر. خلوا بالكم يا جماعه، لازم تقراوا كل حاجه بعد كده من قبل ما تشربوا، خصوصا حياه الميه والاكل والشرب وكده، لان فعلا ممكن تبقى مشكله. انا دلوقتي كان في دماغي ان دي شبه كل الفونتانات الميه اللي موجوده في ايطاليا، بس يعني للاسف طلع لا، ما ينفعش تشرب منها يعني. فربنا يستر وبقى ما يجيش منها مشكله. حصل اللي حصل، وان شاء الله ربنا هيسترها يعني. المصريين يا جدعان بيشربوا من اي حاجه يعني، مش دي اللي هتموتنا باذن الله. آه يلا نكمل مع بعض بقى الاجهزه. هنا في عندنا شلالات، بص شايفين الشلال الصغير ده؟ تعالى بس هوريكم مكنه التمرين دي، وبعد كده نطلع نشوف الشلال. ده جهاز البطن يا جماعه، جهاز تمرين عضله البطن. فيها وزن على فكره، وانت مش لازم يبقى متعلق الوزن علشان تشوفوه، بس هي تقيله فعلا يعني. فيها وزن علشان هو كده كاتب لك التمارين ومظبطين الوزن بتاعها وكل حاجه. انا طبعا انصحك ان انت تجيب نظاره شمس، لان انا مش عارف احط عيني دلوقتي قدام الشمس في عيني. وبرده بتعمل من هنا كده 3 مجموعات 10، وبتريح ما بين كل مجموعه والتانيه دقيقه. فيعني انا ما عنديش كلام اقوله بصراحه، انتوا شوفوا واحكموا. ايه رايكم في الطبيعه وفي الجمال الخلاب الساحر ده؟ يعني
احسن جيم في العالم من وجهة نظر انا. حاجة خلابة وحاجة روعة وحاجة مفيش بعدها اجمل من كده. يعني صحتك، راحتك النفسية، كله في مكان واحد، في قلب الطبيعة وقلب المونتانيا، في وسط الشلالات وفي وسط المية. يعني سيبكم تقولوا لي رأيكم في التعليقات. انت تيجي هنا تتمرن في جيم جوه محمية طبيعية، محمية بالقانون، واحدة من أجمل المحميات الطبيعية اللي موجودة في شمال إيطاليا كامل. اتأسست المحمية دي في 1989، وكل ده مجاني. يعني محدش بيقول لك انت ادفع فلوس اشتراك شهر علشان دخول او كده، لا، كل ده مجاني. احنا دلوقتي حرفيا جوه الجيم، يعني عندنا شلال جوه الجيم يا جماعة، متخيلين؟ هو ايوه يعني نعم صغير، بس يعني بالنسبه لان هو موجود جوه الجيم، فانت ما اظنش ان في جيم موجود كده في العالم. بصوا الجمال يا جماعه، يا رب على الجمال والروعه يا رب. تعالى نستكشف شويه مع بعض، نطلع هنا شويه فوق الجبال نشوف ايه موجود. بصوا ده ما تفهمش كان ايه ده، بس اكتشفنا ده دلوقتي. ده تقريبا كان بير او كان مخزن او حاجه تحت الارض في وسط الجبال. كان ايه ده؟ تتوقعوا ان ده كان ايه؟ كان في باب هنا يا جماعه، ننزل نشوفه من تحت. ده ايه ده؟ حد عنده خلفيه ايه ده؟ حد عنده خلفيه ايه ده يا جماعه؟ احنا بنتمشى في وسط الجبال لقينا نفسنا في وسط ده. لو حد عنده خلفيه سيب لنا في التعليقات. يا رب على الجمال والروعة. تقريبا كده احنا خلصنا الأجهزة بتاعتنا، صورت لكم كل الأجهزة اللي موجودة. طبعا الكل بيجي يتمرن زي ما انتم شايفين، وتلاقوا يعني هنا الناس بتستنى دورها، محدش بيرخم على حد. دول طبعا طالعين الجبل. عايز اقول لكم بقى يا جماعة ان احنا واحنا بنتمرن هنا كده في وسط المحمية الطبيعية دي، انت حرفيا بتتمرن زي ما قلت لك في وسط محمية طبيعية، محمية بالقانون. ومش بس كده، مسار لاميلانيزا يعتبر مسار من ضمن المسارات الكتيرة اللي ممكن تعملها من هنا، وهو يعني يعتبر بدايتها، نقطة بداية المسارات دي. انت بقى علشان تعمل عشان توصل للجيم هنا بتعمل طريق من أجمل الطرق اللي ممكن تشوفوها في حياتكم كلها، اسمه سينتيريو أنطونيولي أو مسار أنطونيولي. ده بيكون على امتداد مجرى من مجرى نهر سان جوفاني، وبيطل بقى على شلالات وحاجات، شلالات صغيرة كده جميلة. بس حاجة روعة. دلوقتي احنا وريتكم الجيم كله يعني، ودلوقتي خارجين من الجيم زي ما انتم شايفين كده. دي نهايته، بدايته ونهايته طبعا. وهاخدكم معايا بقى نعمل المسار اللي هو سنتيريو أنطونيولي، ونشوفه مع بعض عامل ازاي.
ده المسار يا جماعه اللي هنعمله، ده بدايه المسار اللي هنعمله سوا. ده هنا بقى الطريق ده بيوصلنا نهايته على الشط. فانا اوريكم المكان ده، هسيبكم شويه مع الكاميرا في المكان الطبيعي الجميل ده، تمام؟ اوريكم الطريق وايه اللي موجود عليه. الشط والميه قاعدين يسترخوا في المكان دي زي ما انتم شايفين. يعني لو بصيت هنا هتلاقيهم بيقرأوا ورايا. مش عايز اوقف عشان يمكن مشكله، بس شفت منظر الاوتيلات هنا عامله ازاي والناس عايشه ازاي وسط الجمال والطبيعه دي. ف حاجه روعه. نقعد سوا نتكلم كلمتين. يا ربي، عندنا هنا ايه اللاجو قدامنا، البحيره والشط والجبال. بصوا المنظر، حاجه روعه وتحفه. احنا كنا فوق دلوقتي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس علشان تشوفني من اجمل الاماكن في العالم مع معلومات دايما مفيده كويسه. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.